السلام عليكم الأحباب. اليوم راح ندير معجون تاع العنب. كان عندي شي عنب من كل نوع خلطته وقلت نديرو معجون باش ياكلوه. انا هنا درت كيلو عنب وندير كيلو سكر. بعد ما نقيت له العظام تاعو كامل هاوليك ندير كيلو سكر. عشان نقيت له العظام تاعو تلوق ماهيه وندير له واحد النص كاس تاع الماء ونديرو يطيب على نار قليله. المهم يفكو خرطام هكذايا ونخلطوهم مليح ونشعلو النار ونديرو نار قليله ونخليه يطيب. هاوليك المعجون باش نديرو معجون تاع العنب هكذايا. شوفوا خاصة كيت نقيتو البارح، نقيتو في الليل، نحيتو العظام تاعو كامل تلقمه كاع العنب. شوفوا زدتلو غير نص كاس تاع الماء ما نزدتلوش هكذايا. دوك نديرو يطيب هكذايا نشعلو ونخليه يطيب. هاو المعجون تاعي بعد ما طاب. هاو شوفوا كيش خرج شباب. انا رحيته وحبيت نخليه هكذاك حب. شوفوا كيش جا الله الله. واش هو المعجون كي طيبوه خلوه يطيب عقله على نار قليله. لازم تكون كوكوطه حاجه ثقيله باش ما يتحرقش. وكي يطيب وطفيلو بالك برك ديروا الغطاء تاعو، خليه بغطيه بطشه نقيه وخليه. من الاحسن تخليه تبيتيه قبل كيما قلت حبيتي ترحيه رحيه وخليه يبات حتى الغدا من ذاك باش تلميه. شوفي كيش راهم، شوفي خاثر جا هايل. من الاحسن كي يبات خير. وبعد عمل في بلاط تاعك وخبيه. انا في وقت العنب والعنب هو رخيص وكاع واحد يغتنم الفرصه يدير شويه معجون يخبيه. ديري بيه كاطو ياكلوه، ديري بالخبز. تعلمنا على يماتنا كي يكون وقت الفاكهه رخيصه والعنب والاخر ديرنا يما كالمعجون. هذا هو المعجون تاعي اختي العزيزه. ما تنسوش ديروا لي ابوني وديروا لي جيم وكومونتير شباب. هيا بسلامه حباب.